السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في وصفة جديدة من وصفات زينب كيتشن. دائما مع سلسلة وصفات رمضان تحت طلب الكثير من المشتركات. اليوم راح نشارك معكم وصفتي أو طريقتي في تحضير الحريرة. وكما الكل يعرفني أنا مانيش من الغرب، لكن عندي وصفة معتمدتها إن شاء الله تنال إعجابكم. ولأول مرة تزور القناة ما تنساش تضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس. إذا واش نحتاج لهذه الحريرة كمكونات؟ بالنسبة للخضر عندي 4 حبات زردية، جزر مقطعة، 2 حبات طماطم مقطعة كذلك، 2 حبات بصل، حبة بطاطا متوسطة الحجم، عندي مغرفة كبيرة فرينة راح نحتاجها في الأخير، وهنا عندي 2 مغارف شيشة تاع شعير، 2 مغارف كبار باش تجي الحريرة بنينة. إذا ما كانش متوفر ديروا الفريك عادي. عندي ثان ملعقة كبيرة طماطم مصبرة. وبالنسبه لحشيش تاع الحريره هنا قطعت الغصان تاع قزبر من جهه، ومن جهه اخرى شويه كرافس، وهذا قزبر مقطع نحتاجه في الاخير. بالنسبه للحم، اللحم غنم احسن ومليح يكون تاع اللي فيه العظام، واللي ما تحبش اللحم ديروش عادي. واهم شيء في الحريره التوابل المستعمله: ملح، فلفل عكري، زنجبيل، فلفل اسود، قزبر مطحون، كرويه، وراس الحانوت الخاص بالحريره. وكاين الحار باش يعني تكمل البنه تاع الحريره، انا ما استعملتهاش. حار بودره اللي ما عندهاش دري صغار في الدار، والعائلات اللي يحبوا الحار ديروا الكميه اللي حبيتوا. اذا هادو كانوا المكونات اللي راح نستعملهم. اول شيء نشمخ شيشه بالماء ونخليها على جنب، ونزيد ندير كمية من الماء على الفرينة، نخلطها مليح ونخليها على جنب كذلك، راح نحتاجهم في الأخير. نجيب القدرة تاعي نحط فيها شوية زيت، نحط اللحم اللي كنت قطعته إلى 3 قطع، نزيد عليهم قزبر مقطع، نخليهم يتقلاو مليح، ونزيد عليهم البصل مقطع ونبقى نحرك. نزيد الطماطم ونخلط الكل مع بعض. نزيد ملعقة كبيرة طماطم مصبرة، ونزيد كامل التوابل، نخلط مليح حتى تدخل التوابل في كامل المكونات. نزيد عليهم البطاطا مع زرودية، ونزيد الكرافس، نعاود نخلط مليح ونغطي عليها ونخليهم يتقلاو. نمرق بالمسخون حتى تتغطى كامل الخضرة. نكمل كمية تاع القزبر اللي بقات، نغطي عليها ونخليها طيب على نار متوسطة. كي يطيب اللحم الخضرة تكون طابت. هنا كل حاجة راهي طابت، نحي اللحم في طبسي ونرحي الخضرة تاعي. بعد ما نرحيها نفرغ الفرينة اللي درتها في الماء ونحرك مليح، ونزيد شيشة ونخلط. وفي الاخير نرجع اللحم اللي نحيته قطعته قطع صغار، نغطي عليها ونخليها على نار هاديه مده 10 دقائق. من بعد نولي ليها نلقاها اختارت وعقدت شويه، وهنا صارت جاهزه. نورمالمون ندير في الاخير حبه حار خضراء، ما كانش متوفر عندي، تعطي لها ريحه هايله. بالنسبه لكميه التوابل يعني المقادير المضبوطه ما عطيتها لكمش، كل وحده وكميه التابل اللي تحب ديرو.
وهاد كمية الخضر اللي درتها معكم ل8 أشخاص، اللي تحب كمية أكبر من هذه تضاعف في المكونات. وكملاحظة أخيرة، ما على باليش هاد الوصفة الأصلية تاع الحريرة الغرب ولا تلمسان، لكن كانت طريقتي في تحضير الحريرة وتجي بزاف بنينة. ومشتركاتي تاع الغرب اللي عندهم أي ملاحظة نتمنى تفيدونا بها. إذا نتمنى تجربوا هاد الوصفة وتعجبكم وتكون على مائدتكم في رمضان إن شاء الله. ما تنساوش لايك للفيديو، انتظروني فيديو قادم، مع السلامة.